السلام عليكم، شلونكم حبايبنا؟ شخباركم؟ عساكم صحة وعافية يا ربي، ان شاء الله بخير كل. اليوم حبينا نطلع نشمس كالعادة، وهذا التل حبايبي بس ما بي اصعد له، عشان رحت صعدته. هذا التل كله بيه هسه شلون غابة نمشينا. شوفوا شكله، انا صعدت له بس واحد. تعال ماما منا، لا تعور، تعال تعال حبيبي هنا. طبعا هاي الاشجار كلها اشجار مالت كريسمس مالت بابا نويل شكلها. شوفوا هاي شلون حلوة. اكو اثار عندهم هنا احتمال، ما ادري شلون، يعني طابوق قديم ومغطينه بهاي الشادر، احتمال اكو اثار قديمة هنا. شوفوا هذي شنو هاي، ما اعرف، صخور. تعال ماما منا، تعال. آثار قديمة هي هاي، ما شاء الله كالي مواضيع مالتهم ما اعرف. اشكبها منا صعود وكل هذا شلون تل كبير. شوفوها على شكل شلون مناقات في التركي. شكله منظره حلو، وشلون فوق يعني غرفة صغيرة سجلة معي ماما درج بس سادين شرك عليه، حاطين شرك. مثل السفينة مسوينه، شلون السفينة باي. هاي منا منظره. هاي درج اكو داخل بس سادين حاطين شرك. لا لان يدخلون الماي. لا مفتوح ماما. طبعا الجو اليوم كلش حلو، خبل مشمس وبارد وشمس، يعني روعة. هاي هناك سابقة فيها بالطابوت. هاي على كيفكم ماما. يلا ليش ما راح تجي؟ لا تنزل طوبة، لا ماما، لا 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 تنزله جوا، خليه عوفة، عوفة هنا فوق، عوفة هنا. اي اي اكيكم عليكم لا تدوس على الجبل. لا حلو حلو هاي. يلا ماما عليك لا تروحوني من الماء كله. ماما شوفوا من هناك باي.
نزلنا جوا يم الماي. لا تروحي منك يوسف، تعال منا ماما. اي بعدها قريب عليكم اليوم تقدرون تشمرون. ها طبعا احنا بيوتنا بذيك الجهة، اليوم عبرنا على هاي الصفحة، والجو اليوم كلش حلو والكل طالع. مسوينا شلون السفينة بس هو على شكل حصان. هاي هنا عندهم آثار قديمة، احتمال يعني قبل يعني كان هنا احتمال عندهم شلون أهدافهم قبل يعني مال حروب شي هاي، فعندهم يعني شغلات عسكرية. حاطين عليها شادر ما أعرف شنو هنا بهذا التل الكبير. بس هذا شوفي شو المرصد مسوينه. شوفوا هسه هنا الأشجار مالتهم شلون أشجار الكريسماس، يعني شكلها حلوة ومرتبة، والأطفال طبعا كيفوا على هالمكان. وصلنا إلى ختام المقطع، وإن شاء الله ينال إعجابكم هذه الجولة الحلوة اللي شمسنا بيها والمناظر الحلوة. راح أراويكم مقطع قليل تستفادون من عنده. هي وصفات طبعا طبية يعني تعالج كل شيء. على هذا اللي هي الزجاجة اللي أنا تارستها هذا الماي، وشوفوا الشكل مالتها، وشو تصدقون شنو بيها وشنو فايدتها للشعر، للجسم، الوجه، يعني المن. طبعا حبايب قلبي هاي هسه اللي اخذتكم شوية يعني فد ملخص قليل يعني على هذا الزجاجة. طبعا شوفوا هاي الرمان فوائده كلش عظيمة، كل شي يعني حتى القشور هذه ماكي، هي احنا احكي على القشور، تفيد للكحة، تفيد كل شي للسد التهابات. فهسه هذا شوفوا القشور، لأما مثل تردونه يابس او تردونه فريش هيك خاص عادي اخضر، تسووا له تجيبون زجاجة مثل هاي، اي زجاجة عندكم تنقعوه تخلوه عليه ماي وتعوفونه بالثلاجة. طبعا هذا فائدته كلش عظيمة، المن التهابات المعدة، التهابات المجاري البولية، للكل شيء. طبعا هاي مو من عندي الوصفة، انا وصفات يعني تجرون اجدادنا نسوانا الكبار الله يحفظهم ويعطيهم الصحة والعافية، واللي توفوا الله يرحمهم. فهاي هم كانوا هيك يعملون هذا الشغلات. فاحنا على قولة اللي يقول احنا ناخذ الاشياء من الناس اللي مجربيها، ماكو مجربين الشغلة وماخذيها ويعرفون يعني طريقتها ومستفادين من عندها، يعني مو مثل شيء نسويه وما مستفادين من عنده وما نعرف هذا مسوينه لو لا. طبعا هذا كل يومية انا اشرب منه كوب ماء من هذا اللي هو الرمان. هذا اشرب من عندك فد نص كوب او كوب كامل، كل زين لفائدة المعدة، البطن او اللي كنتكم التهابات الجسم كلها شنو عندكم التهابات يشتغل عليها وهذا الرمان. فانصحكم تسووا لكم زجاجة من هاي وتنقعوها. وهذا الرمان متوفر مالت القشور هاي، هو الابيض طبعا الابيض بفائدة كلش عظيمة. احشوا عن دخلوا عنا بالنت وشوفوا القشور الابيض اللي داخل احنا نسميه شحم الرمان. وطبعا ازعاج هذا النافذة يم على الشارع، شوفوا السيارة طرحتنا بسرعة الصوت مالها. المهم هسه نرجع. فهذا الشحم كلش فائدة، يعني ما اكو يعني يشتغل قلت لكم كل شيء، ويعطيه هو الشراب مو يعني ماي خالي عادي بمرورة. فهاي المرورة هي لها الفائدة للجسم كلش زينة للجسم. فانصحكم تسووا لكم هذا البطل وما يتلاقي شيء وتخلونه بالثلاجة. راح اراويكم الماي مالته. طبعا شوفوا شلون الشكل الرمان عفوا التفاح، مثل التفاح بالضبط.
وبارد من يبقى بالثلاجة، يعني هم تحبون تشربونه هم بارد وبيه مرورة بعد مات الرمان، طعم الرمان. فأنصحكم تجربوها، هاي الوصفة كلش مهمة لكم، وشوفوها وقولوا صدق زين فائدته للالتهابات. كل شي التهاب عندكم يشتغل عليه، هاي التهابات المجال البولية، التهابات المعدة، فهذا أنصحكم تجربونه.